علقة عربية جديدة من الريزن. تعالوا نعملها مع بعض، نشوف تدريجة الألوان كانت ازاي دخلت الجليتر الفضي، الخطوات، التفاصيل، ازاي الوش، الظهر. اللي عجباه العليقة يكمل معايا الفيديو. معاكم تسبيح ويلا بينا نبدأ. ايه الحاجات اللي احنا هنحتاجها؟ طبعا احنا هنحتاج القوالب الأساسية اللي انا هعمل بيها العليقة الدورية دي وحرف الام. خلاص، معايا الكوباية دي أول مرة هستخدمها معاكم، ومعايا طبعا الميزان والكوباية البلاستيك والألوان المايكا، درجات الأزرقات. أنا معايا أزرق غامق، أزرق فاتح أفتح شوية يعني، وتركواز، ومعايا كمان أسود فضي، ومعايا التوش، ومعايا العصيان الخشب، وطبعا معانا الريزن اللي احنا هنستخدمه. خلاص، هنبدأ نخلط مع بعض كمية الريزن اللي احنا عاوزينها. طبعا الميزان بتاعنا بيبقى مقفول ونحط عليه كوباية فاضية، نفتحه ونبدأ نحط كمية الريزن اللي احنا عاوزينها. بعد كده نقفل الميزان تاني ونرجع نفتحه عشان نحط كمية المصلب. طبعا احنا دلوقتي بدأنا ندخل في البرد، علشان كده انا نوع الريزم بتاعي اوريدي تقيل، فطبعا مع البرد كمان ان الريزم بيتقل اكتر واكتر. فعلشان كده المفروض ان احنا قبل ما نشتغل يا جماعة نحط ازازة الريزم بتاعتنا في مية سخنة كده لمدة ربع ساعة ولا 10 دقايق قبل الشغل خالص، علشان نحسسه ان احنا ايه في الصيف مش في الشتاء، نقدر نشتغل بيه احسن. بعد كده هحط المصلب بتاعي، بعيد طبعا عن ان المصلب اصفر اورنج كده زي ما انتم شايفين، بس اللي متابع فانتوا عارفين ان الريزن التقيل بتاعي لون المصلب بتاعه مصفر، ولان هو متخزن بقاله فتره معايا، وحطاه في ازازه شفافه لما نقلته من قطر للسعوديه، فللاسف اصفر بزياده. عشان كده انا بستخدمه بالاكتر في الحاجات الالوان، ما بيظهرش فيه مشكله. انما طبعا ما اقدرش اشتغل بيه قطعه شفافه خالص، لا هيبقى فيها سنه الاصفرار يعني. المهم ان انا جبت ميه دافيه طبعا سخنه، وحطيت فيها الخليط بتاعي وبدات اقلبه، علشان اولا بيسهل عمليه التقليب، ثانيا بيتخلص حبه من البابلز. بس طبعا احنا المفروض بنقلب بشويش في اتجاه واحد عشان نتفادى ظهور البابلز، ولما نحطها في الميه الدافيه بتشيل مننا البابلز. بس انا لان انا اوريدي هشتغل الوان، فصراحه كنت بقلب بسرعه، ويعني موضوع البابلز مش بفكر فيه كتير قوي بسبب ان انا ايه بشتغل الوان. بس خدوا بالكم من حاجه، ان ساعات البابلز يا جماعه لو كتير بتنزل تحت في القطعه وتعمل خروم خروم خروم، ودي شكوى ناس كتير برضو بتوجهها لي وبتشتكي لي منها. يعملوا ايه؟ فحاولوا تتخلصوا من البابلز، حاولوا ما يبقاش عندكم بابلز. بلاش يا جماعه السرعه، احسن حاجه الواحد يعمل الحاجه بشويش. انا هنا حطيت الريزن بتاعي كده هي دقيقتين ولا حاجه بس علشان يتخلص من البابلز بتاعته، وبدات احط الوان المايكا بتاعتي في الاماكن دي. انا معرفش كل الناس بتعمل التكنيك بالطريقه دي، ولا بيدرجوا الالوان جوه وفي حته بره يعني في كوبايات تانية، ويرجعوا يصبوها في القالب دوت اللي هو بيتلون بيه. انا الصراحه درجت الالوان جواها كده زي ما انتم شايفين. بدات اوزع الالوان بتاعتي، بس زودت الاسود زياده، انا كان نفسي يكون اقل الصراحه، بس ما عنديش مشكله. طبعا دي علقه رجالي، فكان مهم جدا يكون الوانها غامقه وما فيهاش حاجه مطرقعه، وتبقى كده ايه يعني في اللطيفه. خلاص، والوانها طلعت حلوه جدا، بس زي ما بقول لكم انا كنت اتمنى اقلل الاسود شويه. والكوبايه بتاعه تقسيمه الالوان دي كانت جالنا هديه من لولي ستور، مع المنتجات التانية، الخامات التانية اللي كانوا ادوها لنا وعملنا عنهم ريفيوهات. ده كان اول استخدام ليها. خلاص، انا هنا بدات اخلط الالوان بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، وطبعا زي ما انتم شايفين برضو في كميات قليله وكميات كبيره، تقدروا تلعبوا فيها بقى زي ما انتم عاوزين ينزل معاكم ايه في الاخر. والقالب دوت بيبقى ساعات فيه 4 اماكن و5 اماكن ومكانين كمان. اوكي، انا اسفه جدا يا جماعه على صوتي، انا للاسف بقالي عندي مثلا اسبوعين 3 دور فيروس كبير جالي وعمل لي التهاب وحساسيه جامده في مناخيري والجيوب الانفيه وحاجه كده يعني. فما يعني بصوا باخد كميه ادويه وكورتيزون وحاجات، وللاسف مش عارفه اخف، ما اعرفش ايه اللي حصل يعني. فاستحملوا بقى الفتره الجايه لغايه ما اخف ان شاء الله. المهم، زي ما انتوا شايفين كده ايه، خلطت الالوان بتاعتي وظبطتها وعملت درجة اسود كمان، يعني مش كفاية السواد اللي انا سويته في الازرق، لا انا عملت كمان درجة اسود. اوكي، وهنبدأ بعد كده نخلط. طبعا انا هخلط في القلبين مع بعض، مهم جدا تكونوا منضفين
بصوا انا عجبني جدا دخلة الازرق مع الازرق الغامق، بس كمية بقى الازرق الغامق زادت قوي الصراحة. ويمكن كوباية زي دي عايزين نشتغل بيها في المساحات الكبيرة، لان برضو الكوستر الريزن بيخبط في الحيطة بيجي يرد تاني في النص، فتأثير الالوان الجميل ده بيروح مننا، فاهمين؟ طبعا انا هنا كنت عايزة اخد من اللون ده بس ابدأ اعمل منه تأثير وحركات وكده، كل حاجة في ايدينا. بس بدأت ان انا اوزع الالوان بتاعتي. انا كنت بقول لكم حاجه مهمه جدا قبل ما تشتغلوا على القالب، يكون القالب بتاعكم نظيف، فبتنضفوه لا الا بالسولوتيب او اللي هو التيب، بتلفوه حوالين ايديكم وتلقطوا اي اتربه او اي وسخه تكون موجوده. مهم جدا نطمن كمان ان السطح بتاعنا مستوي وكويس، علشان الريزن او الالوان ما تروحش في اتجاه واحد وتبوظ القطعه بتاعتنا. حاجة كمان، يعني احنا بعد ما بنصب القطعة بيبقى صعب قوي حركتها، ان احنا نشيلها نحطها في حتة تانية مفرودة، فعشان كده حاولوا تظبطوا المكان اللي انتوا هتشتغلوا فيه. بصوا انا وزعتها وعجبتني، مش نفس اللي كان في خيالي، انا كنت متخيله حاجه تانية. بس انا الصراحه في الاخر وهنا عجبتني بقى خلاص هنسيب القطعه بتاعتنا تنشف. وبصوا هنا بعد ما نشفت طبعا شايفين اللمعه عامله ازاي. انا عايزه اقول لكم ان انا مشغله دفايه يا جماعه في الاوضه عند الشغل، لان طبعا دلوقتي الدنيا بقت برد، فانا مشغله دفايه عشان ما يجيش عندي غيامه وتبقى بتلمع زي ما انتم شايفين. انا طلعتها، وزي ما انتم شايفين ان الاطراف عاليه شويه، فهنعمل لها صنفره خفيفه. وانا طلعتها ليه؟ كان ممكن طبعا اركب الاسامي واصب في القالب بتاعي، بس انا مش بحب كده، لان انا بحب اعمل زي طبقه تبقى بومبي كده شويه، فالبومبي ده مش هيجي وهي جوه القالب. فاللي انا بعمله ان انا بطلعها، ولو فيها في الجوانب حاجه بارزه بصغرها عشان اقدر اعمل انا الطبقه بتاعتي. وبما ان انا هشتغل وش وظهر، يبقى انا هصب مره على الوش وهصب مره على الظهر، فبشتغل الصراحه الظهر الاول وبعد كده اصب الوش. خلاص. دي طبعا طباعة فينيل، وطباعة فينيل يعني انا معرفش متوفرة عندكم فين، انا عن نفسي عندي جهاز كريكت وبقص عليه الطباعة بتاعتي. اوكي. لو ما عندكمش، قبل ما اجيب الجهاز عادي كنت بكتبها بالوان الاكريليك، كنت اجيب الوان الاكريليك وفرشه واقعد احاول بقى احنتف واكتبها. بس الصراحه يعني بيني وبينكم الكتابه دي احلى بكتير، احلى وانضف واسهل وكل حاجه، بس المهم ان انتوا تعرفوا توصلوا للكتابه او لحد يعملها لكم. انا قعدت افكر الصراحه احط ذهبي ولا احط فضي، حسيت ان الالوان بتاعتها لايقه قوي مع الفضي، وكمان بقى رجالي اكتر، بحس ان الفضي يليق اكتر. اوكي. ورحت عامله حبه نجوم كده صغنططه كمان ونطورتها على القطعه، وحسيت ان هي عايزه كمان ورق فضه. شايفين الوش طبعا بيلمع، الظهر ما بيلمعش علشان طبعا القوالب القلبين اللي انا اشتغلت فيهم دول استخدمتهم كتير قوي، فطبعا من كتر الاستخدام ماتوا. فعشان كده القطعة بتبقى لازم، يعني الحرف الام ده انا اساسا مش هحط عليه كلام من ورا، بس كان لازم ان انا المعه، ما ينفعش ان انا اسلمه خالص وهو مطفي بالمنظر دوت. بس فكرت ان انا طب ما المعه واحط عليه ورق فضي كمان عشان يبقى ماشي حلو مع القطعة التانية. خلاص. اللي انا بعمله هنا بقى طبعا لو انتوا الريزم بتاعكم خفيف اوعوا تعملوا اللي انا بعمله ده. الريزم بتاعكم خفيف، امسكوا القطعة ولونوا الناحية التانية باللاتكس. اوكي. واللي ما عندوش مادة اللاتكس في الغيرة الابيض، ونخففه بحبة مية بوصات، ولما تنشف خالص اقلبوا القطعة واشتغلوا كده. اي ريزن هيقع لما نقشر اللاتكس هيطلع بيه. خلاص. طيب، وكمان في حاجة لما تيجوا بقى تشتغلوا تصبوا الريزن، استنوا لما الريزن بتاعكم يتقل شوية. طب انا الريزن بتاعي اوريدي تقيل عامل زي العسل الابيض كده، فانا بعتمد ان انا بشتغل الصراحة من غير اللاتكس. اوكي. لو انا بشتغل بالريزن ده، لو انا بشتغل بيه ببدأ احط ريزن في نص القطعة زي ما انتوا شفتوا، وابدأ اوزعه بالستيك، وبعد ما اوزعه ابدأ اخد من الريزن واضيف حتة 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 لغاية ما يديني بومبي كده او ارتفاع فوق القطعة، وفي نفس الوقت ما يكونش ازيد من حجمها عشان ما يقعش بره. خلاص. طيب انا دلوقتي قررت ان انا احط جليتر، وكان ممكن احط، لو انا كنت مقرره من الاول الصراحه كان ممكن احط الجليتر ده على الازرق بقى لما يكون بدا يبقى ملزق، بس انا الصراحه ما كنتش مقرره الموضوع ده، فقلت خلاص حطيت حبه ريزن على مشمع قدامي اهو، وخلطت فيه
ورق الفضة، سوري مش جليتر، ورق الفضة. خلطت فيه ورق الفضة زي ما انتوا شايفين كده، وقطعت ورق الفضة صغنطوط جدا جدا، وخلطته حلو قوي بالريزن علشان ما بقاش محتاجة احط عليه طبقة كمان، لان هو لو ما نزلش، لو ما مسكش في القطعة وما كانش متغلف ريزن هتلاقوا مخرفشة من فوق ورق فضة وعاوزين بقى تغلفوه كده. فطبعا دي افضل طريقة تقدروا تحطوا لو انتوا زيي بتحطوا في اخر مرحلة. تمام. بس بدأت هنا برضو أخلط حبة ريزن تانيين مع ورق الفضة وبدأت أوزعه. الصراحة أنا شفت إن ورق الفضة ضاف لها حلو جدا، وفي نفس الوقت خدوا بالكم من حاجة، إن راقبوها علشان الريزن ساعات طبعا بيتحرك، فوارد إن ورق الفضة بتاعنا يتحرك، يدخل على الاسم، يغطيه، يعمل أي حاجة لو الريزن كمان خفيف. بس انا هنا وزعته. هنجيب الطوش نمشي على القطعة بتاعتنا حلوة قوي، وبعد كده نسيبها عشان تنشف. وبعد لما تنشف وتتأكدوا انها نشفت جدا، ولا بتبصل ولا الهواء ولا فيها اي حاجة، نبدأ نعمل الناحية التانية. وبرضو لو انتوا بقى بتشتغلوا بمادة اللاتكس، لما تيجوا تقلبوها الناحية التانية حطوا على الناحية دي لاتكس، وما تخافوش ان اللاتكس بيطلع الوش بيلمع وما فيهوش اي مشكلة خالص. بصوا هنا انا بدأت ازاي اضيف بقى حبة كده صغنطتين عشان ادي البومبي اللي انا بكلمكم عليه. وهنا بقى بصوا بعد ما نشفت شكلها طلع حلو ازاي، طبعا مش زي ما كانت طالعه من القالب خالص. دلوقتي بقى انا هقلبها على الناحيه التانية عشان ابدا اشتغل على الناحيه دي واحط فيها كمان ورق فضه. المهم ان انتوا لما تيجوا تشتغلوا لازم تكونوا مصنفرين القطعة علشان ما يكونش في زيادة كبيرة وتضطروا تضيفوا كتير فيقع من الجنب. لا، احنا عايزين نحط الكمية اللي القالب محتاجها بس. طبعا لو انتوا جداد في القناة بتاعتي فاهلا بيكم في القناة، منورين القناة من كل البلاد اللي حوالينا. خلاص. يا رب يكون الفيديو ده عجبكم، يكون وش حلو عليا ان انتوا تنضموا للقناة وتتفرجوا على كورس الريزن المجاني موجود على القناة، الاختراعات والحاجات الحصري اللي انا عاملاها على القناة للريزن وللجبس وللشمع والاستئصال الحراري. اتمنى ان الفيديو يكون عاجبكم، ودعموني باللايك ودعموني بالكومنت، واللي عنده سؤال يكتبهولي وانا ان شاء الله هجاوب على كل الاسئله. وحاولوا تقولوا لي افكار او حاجات انتوا عاوزيني اعملها، عشان يا جماعه يعني عارفين التفاعل ده بيحسسني ان في حماس وفي ناس مستنيني، فهعمل لكم فيديوهات اكتر واكتر ان شاء الله. وعلى فكره انا بقالي فتره بقيت انزل شورتس كده في القناه، فبقولوا لي حلوه الشورتس ولا ايه رايكم فيها، واتفرجوا عليها كده وشجعوني عشان دايما اعمل شورتس ان شاء الله. بصوا بدأت اوزع الريزم بتاعي اهو، وزي ما انتوا شايفين انا ما حطيتش اللاتكس خالص 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 في القطعه بتاعتي، بس اعتمادي كله ان الريزن بتاعي تقيل وبحط على قد الكميه. طبعا على فكره هو ريزن تقيل، بس لو انا زودت الكميه عن ما انا محتاجه طبعا هتقع. خلاص، وهنسيبها بقى تنشف القطعه بتاعتنا، وبرضو خليتها بومبي وكل حاجة. بصوا هنا بقى بعد ما نشفت عايزين نركب المسامير والحاجات دي. في بعض الناس بتقول لي صوريها لان هم مش عارفين يعملوها. بصوا انا كنت ساعات بعمل علقة العربية بالشريط ستان حلو، وبعد كده بدأت اعمل بالسلسلة، فهي حسب رغبة الناس. انا بقيت احط فيها زي قفل علشان الناس بيلاقوها صعبة ان هم يقفلوها، فلما بحط قفل بيحطوا القفل في الحلقة اللي هم عاوزينها براحتهم. خلاص، فانا هنا كنت بركب القفل في السلسله وبقفل الزرد او الحلقه. عايزين بقى نركب المسامير دي، فانا جبت القطعه بتاعتي. بصوا انا خرمت واحده وهخرم قدامكم. انا الصراحه بخرم بالميني كرافت، ممكن تخرموا انتوا بالهاند ريل الصغير بالميني كرافت، وحتى لو ما عندكمش ممكن كمان تجيبوا زي إبرة أو في عصيان أنا عندي بستخدمها للاستئصال. هي زي إبرة وسخنوها على النار وتفضلوا انتوا اضغطوا بيها ولفوها كده في القطعة. بس أفضل حاجة بعد ما تطلعوا القطعة من القالب بتبقى لسه طرية شوية وفيها إمكانية الحفر سهلة. خلاص، وبعد ما تعملوها لفوا فيها المسمار هتلاقوه بيثبت وبتبقى حلوة قوي. انا هنا لان انا خرمه بزياده بالاداه دي فلازم احط ماده لزق، فلا الا انتوا تعملوا ريزن وتستنوه يتقل قوي قوي وتستخدموه كماده لزق.
او ان انتوا تجيبوا مادة مثلا زي الاوهو اللزق القوي، او مثلا زي الايبوكسي، اي مادة لزق وتستخدموها وتحطوها. انا الصراحة المرة دي استخدمت الشمع بس من غير المسدس، سخنته وجبت المسمار ورحت حطاه في الشمع بس وهو مولع، وبدأت حطيته في الخرم وثبته وتأكدت ان هي ثبتت حلوة قوي. خلاص، وبعد كده هثبت بقى فيها من فوق ومن تحت، واثبت الحلقة التانية واركبها. بس الصراحة أفضل حاجة وأفضل نتيجة هي الريزن والإيبوكسي. خلاص، بعد ما هقفلها هركبها في السلسلة علشان تشوفوا شكلها النهائي هيطلع عامل ازاي. ما تنسوش اعملوا لي كومنت ولايك وشجعوني علشان اعمل لكم ان شاء الله فيديوهات جاية كتير. شايفين شكلها طلع عامل ازاي؟ شايفين اللمعة حلوة ازاي؟ في فيديو مخصوص معمول ازاي نقدر نتفادى المشاكل بتاعت الشتاء والغيامة اللي بتظهر. يا رب تكون عجبتكم وشايفين الوانها طلعت حلوة ازاي. اكتبوا لي رأيكم في الكومنتات واستنوا ان شاء الله فيديو جديد. سلام عليكم.